طبعا بالله عدنا الكلام اللي قلته قبل شوي. أقول أنا يا أبو الجوهرة إنه قد يكون عندك طموح وأحلام وأشياء تبي تحققها، ولكن اسقطت في بير يوسف. لكن أحسن الظن بالله إن قافلة العزيز جاية بيطلعونه. الله أكبر. وانتبه انتبه انتبه، يضيق صدرك من شيء لأنك ما تعرف دبرة الله. والنعم بالله سبحانه. ما دبرته خفية ما تقدر. أخرقتها لتغرق أهلها. موسى عليه السلام يقول الخضر أخرقتها لتغرق أهلها. قال الخضر لا يا حلال، أنا خاقة لأنه في ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله أكبر. ترى حقين السفينة إلى الحين ما داريوا. الله أكبر. ما داري نايمين ضايقين صدورهم. لذلك في حديث قدسي يقول يقول اختاروا لعبدي الخيرة وهي نام غضبانة. والدليل اننا ما نملك، يعني عقلنا قاصر فهم تدبير الله سبحانه وتعالى. انا بسألك سؤال ابو الجوهرة، الان ان ابوك يحبك من بد اخوانك، زين ولا شينه؟ زينه. زينه، لكن يعني هي اللي حلتت يوسف بالبير. صادق. طيب تحلت بالبير زين ولا شينه؟ شين. هي اللي اخذته وخلاه يسكن عند الملك. الله أكبر. طيب تسكن عند الملك وتاكل اكله وتشرب شربه، زين ولا شينه؟ زينه. هي اللي دخلته السجن. الله أكبر. طيب تدخل السجن زين ولا شينه؟ شينه. هي اللي خلت عزيز مصر. الله أكبر. ما نقدر نتصرف مع دبرة الله. الله أكبر. لذلك سلم واحسن الظن وتأكد دايم، حط ببالك دايم انه افضل يوم بحياتك ما بعد جاء. دايم نقول له الله أكبر. اي والله. الله أكبر. اي والله. يزين الإيجابية والتفاؤل بعد. والله حسن الظن بالله سبحانه. ايوه انا عند حسن ظني عبدي بي. الله سبحانه وتعالى سبحانه. ونعم وخير وامن وامان وقياده الحمد لله ورأفه الحمد لله وتواصل واهل. ما ابو شايب يضيع ولا ابو طفل يضيع. الشايب مبرور رمبه والطفل مربى وكل حياه. اي والله اي والله. اللهم لك الحمد. بيض الله وجهك. كلام من ذهب. منصور الرقيبة غاب فترة وعاد. احنا ما نعرف اسباب غيابه، ولكن يغلب على ظن بعض الناس انه مجبر اخاك لا بطل، وانه مجبر على الابتعاد. ولكن الان عاد، صح ما مع حساباته ويمكن ما استخدم جوالاته وحساباته اللي عنده وهي مؤثرة، ولكن اصبح يا جماعة هو المتصدر الان في مواقع التواصل. هذا الشخص عنده ذكاء اجتماعي، وظف فكرة المخيم بشكل جميل، وظف أصدقائه اللي أحسن اختيارهم من قبل بشكل جميل، وكان هو داعم لهم من قبل، وكان هو سبب نجاحهم من قبل، وكانوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الوفاء. ويوم انه بدأ يرجع في المخيم بدأ يرجعون، فحاول يوصل كثير من الرسائل عن طريق المخيم. بداها طول الله عمرك برسالة: أنا والله جالس الآن أزرع في المخيم 13 نوع من أنواع النباتات البرية المنقرضة كجزء وخدمات بسيطة مني أساهم فيها في رؤية المملكة العربية السعودية بخصوص القطاع النباتي والاستزراع. رسالة جميلة يوصلها منصور الرقيبة. سألوه عن فكرة المخيم، قال: تخيل أنه في المخيم في أسر منتجة وفي ناس توهم بادين مشاريعهم، لو ما جونا في هذا المخيم مع هؤلاء المشاهير والناس المؤثرين اللي عندنا والإعلاميين كان ممكن ما حد يعرف منتجاتهم، ولو انهم يبغون يجمعون هؤلاء المؤثرين والإعلاميين راح يحتاجون تكاليف كبيرة. فجعل من المخيم بوابة كبيرة للتسويق وللإعلان، وفي نفس الوقت الشيء اللي صدره المشهد هو التكاتف الاجتماعي ما بين المشهور والمؤثر وما بين صاحب السلعة والمنتج. وأصبح كثير من المنتجات وكثير من أصحاب السلع وأصحاب الشركات يتوافدون على المخيم، لأنه يعلم أنه هناك يا جماعة في كثير من الحسابات وكثير من المؤثرات وكثير من المؤثرين في مواقع التواصل. يعني بكل بساطة المنتج والشيء اللي بيسوقونه والشيء اللي بيقدم خدمات في المخيم راح يطلع ترند وراح يتصدر وراح يحقق مكاسب إعلانية وإعلامية. بعدين جاك وختمها بفكرة، قال: أنا كلمت أصدقائي الإعلاميين، سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان في زيارة تاريخية إلى أمريكا، وهذه الزيارة لها كثير من المكاسب ويحق لنا إحنا نفتخر بهذا الشيء ونفتخر بهذه الزيارة وبهذه المكاسب. وبدأ يذكر موقف طول الله عمرك في اتصاله مع أمير المنطقة، ويذكر في أنه هذا الاتصال طول الله عمرك أنهم كانوا يجلسون في أوقات متأخرة ويعملون في أوقات متأخرة، وهذا الشيء طبعا موجود وحقيقي وغير مستغرب. ولكن يعني برضو وصل رسالة أخرى: أنا تواصلت مباشرة مع الأمير وعندي طريقة للتواصل معه مباشرة. حاول يوصل كثير من الرسائل
الاجتماعية وكثير من الرسائل الوطنية وكثير من الرسائل في العلاقات الاجتماعية بطريقة جدا جميلة، وطريقة تعتبر ذكية وتعتبر طريقة رائدة. عرف يوظف علاقاته الاجتماعية وإمكانياته المالية، عرف يختار العناصر اللي تكون حوله، فأصبح الآن منصور الرقيبة في هذه الفترة يتصدر مواقع التواصل والإعلام، وكثير من الناس اللي في مواقع التواصل يتمنون أنهم يكونون جزء من الحدث اللي جالس يصنع منصور الرقيبة. وهذا كله منصور الرقيبة جالس يطلع لكم طول الله عمرك كأني أنا لم أعمل شيء، وكأنكم أنتم اللي متفضلين، وكأنكم أنتم اللي شرفتوا وأنتم اللي نورتوا. هو أكيد محتفي بهم، ولكن أسلوبه وذكائه في التصدر، أسلوبه وذكائه في التسويق، أسلوبه وذكائه في العودة بهذه الطريقة يدل على أننا إحنا يا جماعة أمام شخصية إعلامية مؤثرة نحتاجها في مواقع التواصل، علشان بكل بساطة يرتفع الرتم، ترتفع المنافسة في مواقع التواصل، ويصير كل شخص في مواقع التواصل يحاول يصدر لنا محتوى يليق بالمجتمع. منصور الرقيبة عودته صحية لمواقع التواصل. هذه الشخصية أنا متابعها من قبل توقفها، متابعها من زمان، وأعلم برغم أنه ذكاء، لكن أحيانا طول الله عمرك يوقع نفسه في بعض الأشياء بقصد أو بدون قصد، ولكن ما حد ينكر أنه منصور الرقيبة يعتبر مؤثر. وصدق أخونا بريك الشلوي يوم قال يعتبر عراب للسوشيال ميديا. نعم، هو يعتبر عراب للسوشيال ميديا لأنه دائما متجدد ويستطيع أن يوصل أفكاره. وشوفوا تصدر في مواقع التواصل برغم أنه إلى الآن لم يستخدم بعض حساباته. منصور الرقيبة حياك الله، اشتقنا.